تسارعت وتيرة وعجلة الانتصارات، وإذا ما تباطأ وتأخر الشباب فعندها طبعا لكل حادث حديث. كرة ملعوبة الدقيقة الأولى على بداية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء، بتوصل قريبة إلى عبد الله الشيل يلعب في الناحية اليسرى. طبعا ما تابعناه في المباراة الماضية أمام الشعلة لما كان الظهير الأيمن ورسطة في الشمال، ولما انطلت عبد الله الوسطى جاء الإيعاز من برودوم لاتجاه عبد الله الشيل ليلعب في الناحية اليمنى، ودفع بصالح القميسي اللي لم يكن جاهزا أيضا ليلعب في الناحية اليمنى في خطر فريق الشباب. في خطأ، ضربة حرة مباشرة، المتعهد المتخصص الذي يحرص على الكرات الثابتة الدولي المصري لاعب منتخب الساجدين حسني عبد ربه، قريب من هذه الكرة في مكان بعيد تماما حوالي 40 ياردة من مرمى وليد عبد الله. حيطة معمولة وحسني وروح للغامدي بيغير رايه فيها، يلعبها حسني في مكان في الناحية اليسرى، ولكن كرة بتعدي أيضا مقطوعة بتوصل ناحية اليسار، بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، رمية تماس لمصلحة النصر. الدقيقة الأولى على بداية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. النصر يعاني غياب المهاجم الفذ محمد السهلاوي، ولكن ما يعوض هذا الغياب هو عودة الفذ حسني عبد ربه لقيادة منطقة الوسط من الناحية اليمنى، واللعب بمهاجمين وسعود حمود اللي يحمل في رصيده 3 أهداف، وفاي أيوفي اللاعب المهاجم الذي يقود النصر في هذا اللقاء أمام الشباب. الشباب طبعا يسعى لاستعادة المركز الثاني في دوري زين على حساب جاره. هناك من يقول على حساب صديقه اللدود، لا صديقه القريب. دعني أقول لا شك مشاهدينا الكرام أن الشباب يعتبر هذا اللقاء بمثابة المحطة الفاصلة في عودة توازن الفريق، في عودة مستوى بعض اللاعبين اللي انخفض تماما، وبالتالي عودة الثقة للبلجيكي ميشيل برودوم الذي أصبح هو الآخر يواجه ردة فعل عكسية. هنا كرة ملعوبة وهنا الإعادة، ولكن كرة سهلة عند العنزي. وبرودوم اللي كان يعني كل علامات الرضا والابتسامة والتشجيع وغيرها، لا الآن في ردة فعل عكسية من جماهير الليث على برودوم. هذه الإعادة على نقيض ما كان عليه برودوم وفريق الشباب الذي حقق لقب الزين دون خسارة تذكر طوال 34 مباراة ماضية. العالمي يلاغي الليث هذا المساء، والشباب طبعا حامل اللقب بمعنويات ال6 نقاط المتتالية للمدرب كارينيو الذي خلف ماتورانا. وفي هذا الملعب يفتقد النصر هدافه كما ذكرت مشاهدينا الكرام محمد السهلاوي. كرة ملعوبة على الأرض من منجازو، على طول توصل معاذ يلعب العرضية، كرة بتتخلص يرجع يلمها عمر الغامدي، عمر على الأرض 1-2، كرة ناحية اليمين لحسن معاذ، توصل مرة ثانية حلوة ملعوبة وإلى الأمام. الله الله الله، حلوة 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 اللعبة، 1-2-3-4، وكرة من ناحية اليمين على طول تيغالي واحدة براسها، ولكن كرة بتعدي فوق العارضة إلى خارج ملعب المباراة. ضربة مرمى للنصر والإنذار، لا مو إنذار، هذا تهديد أول، هذا تهديد أول من سباستيان تيغالي. كرة ملعوبة على الأرض، في حكم المباراة بيعطي فيها ادفانتج، توصل قريبة، محاولة نصراوية من ناحية اليسار، كرة بتعدي مقطوعة على طول من جازو بيلمها، وليد عبد ربه بينقل الكرة ناحية اليمين عمر الغامدي، هات وخذ، كرة مقطوعة بيلمها أيوبي، بيحاول أيوبي، عدى أيوبي، تقدم أيوبي، كرة بتعدي من أمام سعود حمود، توصل قريبة إلى أحمد عطيف وكماتشو، بيلعب كرة للشهراني، جول 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 جول، الله الله
جدد خبر، ما جدد خبر على طول لما نغزها بالطريقة البرازيلية. كاماتشو على طول لعب واحدة على قولة المصريين السروباس لمين؟ للي ما يعرف الجول لا يعرفها الشمراني صديق الشباك على طول في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول المباراة. شوف الإعادة على طول علقها ناصر بطريقته الخاصة جدا. يا سلام عندما يتعامل مهاجم فذ بطريقة ناصر الشمراني، على طول بيعلق كرة ساقطة في مرمى النصر بعد مرور حوالي 5 دقائق على بداية زمن الشوط الأول من المباراة. 1 الشباب لا شيء النصر. كرة حلوة من بدايتها، وطبعا يلام عليها الدفاع النصراوي والشمراني برأسية من جديد، ولكن كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضربة مرمى. المباراة راح تحلى. 1-0 يتقدم الشباب عن طريق الشمراني في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من المباراة، من تمريرة ولا أروع من لاعب السيليساو، من كاماتشو اللي حط كرة للشمراني وسط غفلة، دعونا نقول غفلة وهفوة وعدم تمركز جيد، وتقدم أيضا من الدفاع النصراوي ليصبح ناصر الشمراني وجها لوجه أمام عبد الله العنزي، وبالتالي بيحط كرة بمهارة المهاجم القريب جدا اللي يعرف كيف يتعامل مع المستديرة. كرة إلى خارج ملعب المباراة، رمية تماس. حسني عبد ربه. 7 دقائق ماضية من زمن الشوط الأول من المباراة. الشباب يتقدم في الدقيقة الخامسة مشاهدينا الكرام عن طريق ناصر الشمراني وعن طريق توقيع بالحبر البرازيلي من الماهر كاماتشو اللي بيمرر كرة توصل ناحية اليسار. تقدم للنصر، ملعوبة في مكان وكرة بتعدي توصل مرة ثانية تتحط، ولكن بتعدي راحت من أمام حسني عبد ربه بعد ما ارتدت من وليد عبد الله، لكن المتابعة كانت بعيدة. عمل الفولو عمل متابعة حسني عبد ربه، ولكن كانت هناك تغطية من الناحية اليسرى على ما يبدو من عبد الله الشيل. كاماتشو إلى سباستيان تيغالي، كرة مقطوعة. 8 دقائق أولى على بداية زمن الشوط الأول. النصر يلعب على المرتدات. سعود حمود بيلم، سعود يتقدم ويسدد، ولكن أيضا كرة تصطد في نايف قاضي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. رمية تماس. هذا عبد الله الشيل الظهير، كرة توصل. الله انعملت حلوة، كرة وقفت كارينيو. شوف الإعادة، لا هذه اللي راحت من وليد عبد الله واللي حاول يعمل عليها المتابعة عبد الله الشهيل، وبالتالي الكرة بتروح من أمام حسني عبد ربه. هذه الكرة اللي أيضا عملها عبد الرحمن القحطاني اللي تحدث عن خلافه اللي استمر طويلا حقيقة مع الكولومبي فرانسيسكو ماتورانا، واللي كما ذكر يعني عبد الرحمن القحطاني بأن ماتورانا ساهم في تأخر تقدم مستوى عبد الرحمن القحطاني، وبالتالي القحطاني على حد قوله لم يقدم إلى 40% من مستواه وأداءه مع فريق النصر. قال انتظروا مني الكثير. لازلنا يا عبد الرحمن في الجولة التاسعة، هناك 26 جولة، يعني هناك إذا كنت شاطر في الرياضيات أو في الحساب 17 مباراة قادمة، والمثل الخليجي يقول لي في الجدر بيطلع الملاس. ما أعتقد أن المثل غريب علينا. كرة في وسط الملعب، صفارة من حكم المباراة، فاول، ضربة حرة مباشرة على طول، ملعوبة من خالد الغامدي إلى أيوبي. حسني عبد ربه، كرة بتوصل إلى الغامدي يلعب، ولكن كرة سهلة بيلمها وليد عبد الله. إذا النصر مشاهدينا الكرام يلاقي حامل اللقب بمعنويات
معنويات الست نقاط بمدرب جديد هو كارينيو الذي خلف ماتورانا. وفي ملعب المباراة كما ذكرت يغيب السهلاوي، ولكن السهلاوي غاب في مباريات أخرى، وكم مباراة بدأ فيها النصر بقيادة أيوبي وسعود حمود كما يحدث تماما أمام الشباب في هذا اللقاء. كرة ملعوبة ناحية اليسار ما فيها شيء، تلعب العرضية والمحاولة، ولكن كرة بتعدي أيضا جنب الطائب إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضربة مرمى لمصلحة الشباب. المتابع لمباريات النصر الماضية نرى أنه التغيير في تشكيلة النصر لم يكن كثيرا، لم تتغير تشكيلة النصر إطلاقا منذ اللقاء قبل الماضي مشاهدينا الكرام، اللي خاض النصر أمام هجر على ملعب الأمير فيصل على هذا الملعب، مرورا بالمباراة الماضية اللي كانت أمام الرائد على استاد الملك. رغم تسلم المدرب الجديد الماثل أمامكم في الصورة كارينيو زمام الأمور والإشراف على النصر، حتى في هذا اللقاء التغيير الوحيد اللي حصل بين تشكيلة النصر في مباراتين ماضيتين في لقاء الآن يلعبها أمام الشباب هو دخول حسني عبد ربه بديلا لعبد عطيف. عدا ذلك التشكيلة هي اللي لعبت المباراتين الماضيتين وهذا اللقاء. كرة ناحية اليسار، محاولة نصراوية موجودة لعبد الرحمن القحطاني، على طول بلمها ابراهيم غالب. الله غالب يا ابراهيم، على الارض ملعوبه الى الامام. ايوبي بيحاول، ايوبي يتقدم، ولكن على ما يبدو في لمسه يد على الاكوادوري ايوبي، وصفاره من حكم المباراه فاول، ضربه حره مباشره لمصلحه الشباب. بالمناسبه ايضا يعني الشباب اليوم اللي هذه الاعاده متر و99 سنتي، وبالتالي يعني حتى في الحركة البطيئة لا يمكن أحد أن يشكك في كرة الشمراني، كانت واضحة. محاولة موجودة، الله الله، سابستيان تيغالي على طول بعد هاتريك الفيصلي، وللوهلة الأولى تيغالي الشمراني وتيغالي. عادت الخلطة للليث، عادت الخلطة للليث، عادت البصمة للليث، عاد التهديف للليث، وعاد تيغالي وناصر الشمراني من جديد. شوف على طول لما اللعبت من الناحية اليسرى، تيغالي واحدة بيساره، تيغالي واحدة بيساره بعد من الشمراني. هوبا واحد من تيغالي في الزاوية البعيدة، ما بيصيدها العنزي. والهدف الثاني للشباب في الدقيقة 13. هذه الفرحة، هذه العودة بعد أن صام الاثنان عن التهديف معا في مباراة واحدة. تيغالي سجل هاتريك، الشمراني سجل في المباراة الأخيرة، ولكن لم يحدث طوال الجولات الماضية في مباراة واحدة أن يكون تيغالي وناصر الشمراني سجلوا مجتمعين إلا في هذا اللقاء أمام النصر. والشباب مشاهدينا الكرام يتقدم بهدفين لا شيء بعد مرور حوالي 14 دقيقة على بداية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. عطيف، عبد الله الشهيل، كرة على الأرض إلى مارسيلو راميرو كاماتشو، على طول بينقلها إلى نايف قاضي. كنت أتحدث عن تشكيلة برودوم، هي الأخرى التي لم تتغير كثيرا. كرة على الأرض، محاولة موجودة للشباب اللي يتقدم بهدفين عن طريق ناصر الشمراني وسابستيان تيغالي في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من المباراة. هذا إيميليو فيريرا اللي يقود الشباب اليوم خلفا يعني لغياب برودوم، ولكن برودوم على بعد أمتار من أرضية ملعب المباراة بعد أن طرد في اللقاء الماضي اللي خاض الشباب أمام الشعلة. كرة على الأرض، عاتبوني الشبابيون في مباراة الأسبوع الماضي أمام الشعلة
ولا يمكن أقولها بالثلاث حقيقة أن أهضم يعني حق أو مستوى أي من الفرق السعودية مهما كانت الأمور، ولكن يجب علينا أن نقتنع مشاهدينا الكرام وبما فيهم حقيقة يعني جمهور الشباب محبي الشباب بأن الفريق ليس كذلك الفريق الذي لعب في دوري زين، ليس بمستوى الفريق اللي بدأ مباريات دوري زين. تحدثنا عن الشباب كثيرا، تحدثنا عن اللاعبين، عن الاستقرار الفني، عن الاختيار، عن الانتدابات، عن المدرب، عن رئيس النادي خالد البلطان. أشدنا كثيرا بالشباب. كرة ملعوبة على طول باتجاه المرمى، ولكن عندما ينحدر المستوى، عندما يتباطأ الأداء، عندما تسيء النتائج، فحقيقة يعني من الواجب أن نتحدث بصراحة وبواقعية وبمنطق، لأننا لا نكذب عين راء مشاهدينا الكرام. كرة اللعب مقطوعة على طول في صفارة من حكم المباراة عبد الرحمن العمري، فاول ضربة حرة غير مباشرة على طول ملعوبة للنصر. 16 دقيقة على بداية زمن الشوط الأول من المباراة، 2 للشباب لا شيء. النصر في الجولة التاسعة التي تحتضن هذه المباراة الوحيدة واليتيمة هذا المساء. كرة إلى الأمام ملعوبة، أيوبي بيلم، أيوبي بيلعب، وسعود حمود بيحاول، ولكن التغطية موجودة. كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضربة مرمى لمصلحة وليد عبد الله. الشباب بكل تأكيد بلغة الإحصاء بلغة الأرقام يتفوق هجوميا على النصر برصيد 19 وهدفين في هذا اللقاء، 21 مقابل 12 هدف للنصر، لكن يبقى النصر هو الأفضل دفاعيا بكثير عن الشباب اللي استقبل الشباكة 13 مقابل 7 أهداف رغم الخسارتين لكل فريق. إذن يعني يجب أن يبحث الشبابيون عن مشكلة في المنطقة الخلفية، يجب أن يبحث الشبابيون عن ضعف في الارتداد لمنطقة الخلفية في الدفاع، يجب أن يبحث الشبابيون عن حالة غير موفقة من عدم التمركز أيضا في الدفاع، يجب أن يبحث خالد البلطان وبرودوم عن لاعب يلعب في منطقة قلب الدفاع خلفا لتافاريز اللي كان بالفعل صخرة دفاعية حتى يعود الشباب قويا كما كان قويا مشاهدينا الكرام، كما حقق الكثير من الانتصارات والأهداف والنتائج المميزة. كرة ملعوبة ولكن بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. عندما يلعب فريق موسم كامل، عندما يبدأ بداية قوية، عندما يخوض 34 مباراة، عندما يحقق لقب عجز عنه الكبار، فهو فريق كبير إنه الشباب. ولكن عندما ينحني المؤشر البياني فلا بد من الإشارة إلى ذلك. هذه المحاولة من أيوبي اللي بيلعب كرة ولكن بتعدي لخارج أرضية ملعب المباراة، ضربة مرمى. تلعب كرة إلى خارج ملعب المباراة، رمية تماس. 19 دقيقة بالتمام والكمال على بداية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، أعزائي الرياضيين متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان التي تنفرد بنقل حصري لوقائع الكرة السعودية ودوري زين. شو اللي حصل؟ يا معاذ توك شام نفسك يا معاذ، توك عائد من الإيقاف يا حسن يا معاذ، وبالتالي بطاقة صفراء تتبعها حمراء، وبالتالي معاذ يترك أرضية ملعب المباراة بنفس الطريقة بنفس السيناريو اللي كان عليه عبد الله الاسطى، ولكن طرد عبد الله الاسطى أتى في الدقيقة 66. معاذ يترك أرضية
24. لا عزاء للشبابيين ولا عزاء لميشيل برودوم. ماذا سيفعل؟ بكل تأكيد إذا ما عاد لنفس السيناريو، إذا ما عاد لنفس الطريقة، عندها راح يجهز صالح القميزي. عيدها يا مخرج، خلينا نشوف. عيدها يا مخرج من زاوية أخرى، خلينا نشوف. كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، وبرودوم بيشغل الجوال، ما أدري على STC ولا موبايلي. يرسل مكالمة، والشباب ب10 لاعبين منذ الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول من اللقاء في المباراة اللي تقدم فيها الشباب بهدفين لناصر الشمراني وسبستيان تيغالي. ركنية ملعوبة، محاولة موجودة، لا تزال مشتركة مشاهدينا الكرام، وعلى ما يبدو في صفارة وفي خطأ. الحارس البلجيكي مدرب الشباب، وخوزيه كارينيو الأورجواني الذي تسلم المهمة من فرانسيسكو ماتورانا. هل يتمكن ان النصر من استغلال النقص العددي وبالتالي محاولة تعويض وتقليص النتيجة، خاصة وان يعني عملية طرد تمت في وقت مبكر. كرة ملعوبة بالعرض على طول، بتعدي وبتوصل إلى نايف قاضي. في المباراة اللي مضت لما طلع الأسطى، برودوم جهز صالح القميزي، وبالتالي أعطى الإيعاز لاتجاه عبد الله الشيل لتغطية مكان الأسطى، والقميزي لعب مكان الشيل خلال ال15 دقيقة اللي كانت متبقية في لقاء الشباب والشعلة. رمية تماس، شكل الزيلعي، بالفعل في محاولة ملعوبة توصل إلى أيوفي. كرة قريبة إلى خالد الغامدي، شراحيلي بيمرر إلى حسني عبد ربه، بيحاول ولكن كرة بعيدة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضربة مرمى، ويبدو أن الزيلعي الآن أصبح جاهزا، والجوال تحرك بين إيميليو فيريرا وبين برودوم. يا ترى ماذا يعطي من تعليمات، ومن هو اللاعب البديل الذي سيدخل إلى أرضية ملعب المباراة لسد الثغرة وليس النقص العددي. يعني راح يضحي بلاعب حتى يغطي الناحية اليمنى اللي تركها حسن معاذ. كيف سيتصرف؟ بنفس الطريقة، بنفس السيناريو، ولا بطريقة مغايرة؟ المباراة أصبحت مباراة مدربين الآن، يعني مع الطرد، مع النقص العددي. كارينيو يجهز خالد الزيلعي، والزيلعي أيضا لاعب يلعب في منطقة الوسط بديلا لشايع شراحيلي. تغيير أول بيجريه الأورجواني دانيال كارينو بعد ما طلع شراحيلي، والبديل خالد الزيلعي. كرة على الأرض، محاولة موجودة ولكن بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. رمية تماس. خلال ال 12 موسم الماضي، يعني تحديدا من موسم 99-2000 حتى هذه اللحظة، خاض الفريقان 24 مباراة في مباريات بطولة الدوري ذهابا وإيابا. كرة ملعوبة، أيوبي بيحاول ولكن أيضا بتعدي من أمامه، يرجع لمها أيوبي، ولكن الشيل بيسدد. توصل كرة قريبة إلى حسني عبد ربه، 4 نقلات للنصر. كرة قريبة إلى إبراهيم غالب، حسني عبد ربه، خالد الزيلعي، من خالد للغامدي، من خالد لخالد، ومن خالد لحسني، وكرة بتلعب وبتوصل ولكن بتعدي قريبة. شوف سبستيان تيغالي والراجع بالخطأ، بيمرر. توصل إلى حسين عبد الغني مرة ثانية على طول، قحطاني يلعب العرضية، محاولة بالراس، كرة بتعدي.
صادها سعود حمود. عدت قريبة من سعود حمود في الدقيقة 25. انقلب الرتم، انقلب التكتيك، انقلبت المباراة، وأصبح النصر الآن يلعب بضغط متواصل رجل لرجل، بالضغط على حامل الكورة، بمحاولة سد الثغرات، بصناعة الهجمة بأكبر عدد من لاعبي خط الوسط، ولكن التمرير، الوصول، الفرصة إلى الآن لم تأتي لخط الهجوم. كرة بيحصلها شوكت مولجانوف على طول إلى البديل خالد الزيلعي. 1-2. الغامدي من جديد، ولكن كرة طويلة بيتركها الشيل بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، رمية تماس. 24 مباراة خلال 12 موسم من الموسم 99-2000. المؤشر يميل لمصلحة الشباب اللي فاز في 10 مباريات مقابل 5 انتصارات للنصر، وحضر التعادل 9 مرات حتى هذه اللحظة، بدءا من الدوري الممتاز إلى دوري المحترفين حتى الموسم الماضي. 2-0. هاي النتيجة طبعا يعني تحققت بين الفريقين في 4 لقاءات خلال ال 12 موسم الماضي. في موسم 2004-2005 الشباب فاز بهدفين لا شيء. هذا برودوم ما عجب التليفون، شكله ما في إرسال، ولا البطارية خلصت، ولا ما عنده رصيد. لا، هذه مصيبة. إذا ما عنده رصيد وبرودوم وما عنده رصيد مصيبة. رجع واستدعى المساعد اللي هو إيميليو فيريرا، وبدأ يعطي تعليمات مباشرة من خلف أسوار ملعب المباراة. محاولة ناحية اليسار، كرة بلمها على طول حسين عبد الغني، والأوبر إلى الزيلعي، ولكن كرة أيضا مقطوعة من جازو. عطيف بالخطأ، حسني قحطاني، ولكن من مكان بعيد كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضربة مرمى لمصلحة الشباب. إذن 2-0 هذه النتيجة حضرت مشاهدينا الكرام في موسم 2004-2005. 2 للشباب عن طريق أترام، حصلت في موسم 2006-2007 الشباب 2 عن طريق أترام أيضا والهليل، حصلت أيضا في موسم 2009-2010 2-0 للشباب عن طريق الشمراني، وحصلت للمرة الأخيرة في الموسم قبل الماضي 2010-2011 أيضا بهدفين للشباب عن طريق كيتا وعن طريق ماكين في مرمى. كرة ملعوبة، إذن 4 مرات حدثت هذه النتيجة بين الفريقين كما ذكرت مشاهدينا الكرام، ويبدو أن الخلاف اللي تم في أرضية ملعب المباراة، والشكر حقيقة للزميل ماجد التواجري اللي دخل إلى الكابينة وقال إن الحكم الرابع نبه حكم المباراة بأن مساعد المدرب إيميليو فيريرا يستخدم الجوال في اتصاله مع برودوم، وبالتالي هذا اللي دعا برودوم للنزول إلى أرضية ملعب المباراة وإلى محادثة حقيقة إيميليو فيريرا وجها لوجه. ما راح أقول خلف القضبان، لا، برودوم في الملعب مو في السجن، من خلف أسوار ملعب المباراة. تلقى التعليمات، الشباب يتقدم بهدفين لا شيء، وإذا ما سارت الأمور بهذه النتيجة فهو الانتصار الخامس اللي يحقق الشباب على مدى 12 موسم ماضيا في لقاءات الفريقين بين دوري ممتاز ودوري محترفين. في خطأ صالح القميزي يجري عملية الإحماء، وبالتالي بنفس الطريقة ولكن مع اختلاف البطاقة الحمراء. الحمراء كانت حاضرة في لقاء الشعلة إلى
الأسطى وحاضر في لقاء النصر إلى حسن معاذ العائد من الإيقاف. ما لحق، لعب 19 دقيقة، كرة ملعوبة بيشيلها عبد الله العنزي، توصل قريبة وكماتشو يشاور على حكم المباراة ويعطي الإيعاز بعودة كماتشو. كرة ملعوبة إلى الناحية اليسرى. الله يا الشمراني، عيني عليك باردة يا ناصر. الشمراني المهاجم الهداف يعود إلى المنطقة الخلفية ليغطي الناحية اليمنى اللي تركها اللي تركها حسن معاذ. وهنا في اعتراض واحتجاج من قبل لاعب النصر، يعني على اعتبار في قرارة نفس اللاعبين بأن الشمراني لمس الكرة بإيده. أنا أحتاج لإعادة أخرى، ما راح أقدر أصدر حكم جزافا إلا إذا كانت 100%. في ناس يقولون شو المعنى يعني محللين التحكيم؟ لا والله، محللين التحكيم يعيدون الكرة مرة ومرتين وثلاث ويوقفون الكرة ويأخذونها من زاوية ثانية وثالثة حتى تتبين الأمور. هنا في إنذار مشاهدينا الكرام لوليد عبد الله، وإنذار آخر لسعود حمود. لا يا شباب، لا يا شباب، مباراة عادية ما تحتاج لكل هذه الأمور ولكل هذه المسائل. تيغالي اللي سجل الهدف الثاني سيترك أرضية ملعب المباراة لمدافع آخر هو صالح القميزي. السيناريو يعيد نفسه مشاهدينا الكرام بين أسبوع وأسبوع بعدما تمكن الشمراني من التسجيل، بعدما حضر تيغالي عن طريق الهدف الثاني. الآن تنتهي المهمة الهجومية على ما يبدو من قبل البلجيكي ميشيل برودوم الذي يستغني عن خدمات سباستيان تيغالي ويدفع بصالح القميزي اللي راح يلعب بديلا للاعب اللي طرد اللي هو حسن معاذ كظهير أيمن، مثلما حصل في لقاء الشباب والشعلة اللي فاز فيه الشباب بهدفين لهدف عن طريق ناصر الشمراني وعن طريق أيضا مارسيلو كاماتشو. كرة ملعوبة، خالد الزيلعي في خطأ صفارة من الحكم برا على عبد الله الشهيل. على طول إلى حسين عبد الغني، عبد ربه بينقل كرة إلى إبراهيم غالب، توصل للزيلعي البديل أيضا بيحاول يتقدم ولكن كرة بتعدي من أمام بلمها أحمد عطيف، وهناك عبد عطيف أيضا اللي يوجد في دكة البدلاء. سعود حمود على طول بيسدد ولكن في نفس المكان اللي واقف فيه وليد عبد الله، في نفس المكان اللي واقف فيه وليد عبد الله حارس مرمى الشباب اللي لا يزال يتقدم بهدفين لا شيء. كرة مقطوعة بلمها إبراهيم غالب على الأرض على طول إلى سعود حمود، بيحاول سعود، بيعدي سعود بغير راية، ينقل إلى الزيلعي والزيلعي العرضية ولكن أيضا في نفس المكان اللي واقف فيه وليد عبد الله. الآن عامل الضغط، استغلال النقص العددي، الاستحواذ على الكرة، التمرير، الانتقال من الدفاع إلى الهجوم أصبح أسهل للنصر بعدما خرج حسن معاذ وأصبح الشباب ناقص عدديا منذ الدقيقة 19. شباب على ما يبدو الآن راح يعتمد على الهجمة المرتدة بلاعب ساقط هو المهاجم الصريح ناصر الشمراني، وبمساندة قد تكون من أحمد عطيف، مارسيلو كاماتشو وفرناندو مينغازو في أحيان كثيرة حقيقة في الكاونتر اتاك أو الهجمات المرتدة على مرمى فريق النصر. 35 دقيقة عمر الشوط الأول، الشباب 2 شمراني تيغالي، النصر لا شيء. حالة طرد لحسن معاذ، صفارة ضربة حرة مباشرة، عبد الغني على الأرض، كرة بتعدي على طول إلى خالد الغامدي،
ملعوبة وكرة بيشيلها نايف قاضي، توصل إلى منغازو. منغازو على الأرض إلى كاماتشو من الناحية اليسرى وتقدم على طول. كرة بيخلصها إبراهيم غالب إلى حارس مرمى عبد الله العنزي. تلعب طويلة أيوبي، حسني عبد ربه إلى حسين عبد الغني، وعبد الغني يلعب مرة ثانية ولكن كرة بيشيلها وليد عبد ربه. عطيف إلى الشمراني، وحيد على 4 مدافعين، إذن هجوم سلبي. توصل قريبة من أحمد عطيف، محاولة موجودة للشباب ناحية اليمين إلى منغازو. منغازو بيلم، شباب يلعب بلاعب ارتكاز. الغامدي، عمر الغامدي ومنغازو، وبتقدم أيضا من عطيف ومارسيلو كاماتشو، وبعمل خط لحظة انقطاع الكرة ولحظة بناء الهجمة النصراوية في محاولة حقيقة لتعويض النقص العددي. في إصابة على ما يبدو مؤثرة لناصر الشمراني، محطم الأرقام، مرعب الحراس، هداف الدوري برصيد 4 ألقاب ماضية، يبحث عن صدارة، يبحث عن لقب جديد، هدف على الطاير في مرمى الشعلة، وهدف أيضا في هذا اللقاء. وهذه إعادة أيضا بالحركة البطيئة اللي يمنح من خلال حكم المباراة عبد الرحمن العمري ضربة حرة مباشرة ناحية اليسار. وعلى ما يبدو هناك تلاسن حقيقة، مش اشتباك، لا تلاسن بين إيميليو فيريرا وبين الأورجواني دانيال كارينيو. و 41 متر، حرة مباشرة ملعوبة. الله، حاول فيها قاضي الشباب، ولكن العنزي على طول بيشيل كرة اللعب على الأرض، بتعدي من سعود حمود. مو في يوم محمود، وبالتالي السهلاوي أيضا هو الغائب الحاضر عن هذا اللقاء. وبالتالي هناك مين؟ هناك لاعب الشباب السابق عبد العزيز السعران في دكة البدلاء، وقد يكون حاضرا في هذا اللقاء إذا ما سارت الأمور بالطريقة التي يريدها كارينيو مع المهاجم سعود حمود في هذا اللقاء. تلعب محاولة ناحية اليمين على طول العرضية، ولكن أيضا المتابعة غير موجودة، النقص العددي باين تماما. وهجوم الشباب حقيقة تقل خطورته بعد خروج سباستيان تيغالي بديلا لصالح القميسي اللي يعوض الناحية اليمنى بعد طرد حسن معان. حسني عبد ربه، الظهيرين النصراويين مهددون بالإيقاف ومهددين بالإيقاف، الغامدي وحسين عبد الغني، وأيضا في الجانب الشبابي أيضا مدافعين. محاولة موجودة، حسني يلعب البينية ولكن المتابعة غير موجودة، المتابعة غير حاضرة بعد الكرة اللي لعبها بينية حسني عبد ربه، وتوصل إلى وليد عبد الله. هناك نايف قاضي، هناك تيغالي، هناك صالح القميسي البديل في الظهير الأيمن. 3 لاعبين أيضا من اللاعبين المهددين بالإيقاف في حالة حصولهم على إنذار راح يتوقفون المباراة. كاماتشو، محاولة على الأرض على طول إلى منغازو، بيمرر منغازو، كرة في منطقة 18 ياردة، خلصها حسين عبد الغني. 40 دقيقة على بداية زمن الشوط الأول من اللقاء، الشباب يتقدم بهدفي ناصر الشمراني وسباستيان تيغالي، يسجلان مجتمعين في هذا اللقاء في مرمى النصر، وهي النتيجة رقم 5
على مستوى تاريخ لقاءات الفريقين خلال 12 موسم. حسني بيلم هوبا، ما مشت مع حسني عبد ربه، لمها وخذ واحدة بيمينه وهوب الثانية باليسار، ولكن كرة عالية بتعدي فوق العارضة. هذه البداية لحسن معاذ في عملية تأخير في رمية التماس، وبالتالي اعتبرها الحكم يعني تأتي تحت طائلة سلوك غير رياضي، وعاقب عليها حسن معاذ ببطاقة صفراء. ولعبة أخرى على ما يبدو يعني مثل ما يشاور عبد الرحمن العمري بأن معاذ هذه ما راح نقدر نحكم عليها إطلاقا. هذه في ذمة العمري، هو اللي سمع، هو اللي اتخذ القرار، لكن يعني من الممكن التأكد من عملية إعادة اللقطة، وبالتالي لبسنج الفم أو حركة الشفاء والفم ولغة الجسد قد توضح إذا ما كان حسن معاذ بالفعل يعني تلفظ على حكم المباراة، وعندها يصبح عبد الرحمن العمري براءة. زيلعي في عرقلة وصفارة من حكم المباراة، فاول. 42 دقيقة، برودوم يرصد، يشاهد، يتابع، وسيلتقي مع اللاعبين بين شوطي هذا اللقاء. برودوم والشبابيون في وضع مريح جدا مشاهدينا الكرام، بعد ما تقدم الشباب في وقت مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق ناصر الشمراني، وأضاف سباستيان تيغالي الهدف الثاني قبل أن يترك أرضية ملعب المباراة للبديل اللي هو إيلي جميز. فاول، ضربة حرة مباشرة. العمري، وانذار آخر لمارسيلو كاماتشو. ضربة حرة مباشرة بالكاد ستترك إلى المصري الدولي حسني عبد ربه العائد للقافلة الصفراء للعالمي بعد مرور أكثر من حوالي 30 يوما، وتحديدا قد تكون هذه العودة منذ آخر مباراة شارك فيها مع التعاون، سجل فيها هدف حسني عبد ربه، والنصر فاز بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم في بريدة. حسني عبد ربه هدف، ومحمد عيد هدف. التعاون سجل هدف منذ ذلك اللقاء، وحسني عبد ربه يغيب عن القافلة الصفراء. وظهور أول اليوم أمام الشباب في داربي الرياض، في كلاسيكو زين، في اللقاء اللي يتقدم في الشباب بهدفين عن طريق الشمراني وتيغالي، وطرد لحسن معاذ. حرة مباشرة، حيطة معمولة، حسين عبد الغني، حسين وحسين، حسين وحسني، حسني وحسين، وحكم المباراة بيطلق الصافرة وبيحاول فيها، حسني وحسين، حسين ولا حسني، وحسني على طول. حلوة، يا سلام يا وليد يا عبد الله، يا سلام على وليد عبد الله اللي بدأ مع الشباب في 2006، وبعد عام فقط لعب مباراته الدولية الأولى أمام الإمارات في 2007، والبريق والتألق عندما لعب أمام اليابان في تصفيات أولمبياد 2008. وليد عبد الله يبعث كرة إلى ركنية ملعوبة، محاولة رأسية أيضا موجودة، كرة بتعدي على طول بتتشتت. 44 آخر دقيقة من الوقت الأصلي، وعلى ما يبدو بأن العمري راح يمنح أكثر من دقيقتين. هوبا، الله، بدأ التسديد والتهديد. واحدة من عبد الرحمن القحطاني من الناحية اليسرى، توصل سعود حمود بيلم بيعمل التاكلينج على قولة إخواننا المدربين، وهنا أيضا انذار لعمر الغامدي. هنا في انذار لعمر الغامدي. عادل عمر يعني لاعب هادي، لاعب خلوق، لاعب لا يتعمد العنف.
شخصية الحقيقة يعني ما أخفي إعجابي أبدا بالمخضرم، بالستار، باللي يعني قدم رحلة طويلة مع الهلال، مع الأخضر السعودي، مع مشاركة في كأس العالم 2002، مع تواجد مع المنتخب في 2006. وأجزم لولا الإصابة لأصبح الأميز في منطقة الوسط إنه عمر الغامدي. صفارة فاول، حرة مباشرة، 45 دقيقة من زمن الشوط الأول انتهت، ويبقى أن نلعب على ساعة حكم المباراة عبد الرحمن العمري في تقديره للوقت بدل الضايع. حرة مباشرة على مسافة 27 متر و5 دقائق، وقت بدل ضايع. طبعا منطقي لإصابة، لإيقاف لعب، لحالة طرد، لتبديل في الشباب، لتبديل في النصر، وبالتالي اعتقد ان الوقت بدل الضايع منطقي. الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع، حرة مباشرة ملعوبة وحسين بيشوت، ولكن أيضا كرة تصطد، توصل إلى خالد الغامدي، يلعب كرة إلى الأمام، اعطيف، وفي راية من مساعد الحكم الأول بدر الشمراني، وخطأ ضربة حرة مباشرة ناحية اليسار من ملعب المباراة. مساء الثلاثاء كان مفرحا للغاية في جدة، مساء الأربعاء كان قاتما محبطا على هذا الملعب، أحبطنا جميعا مشاهدينا الكرام بعد أن كنا على موعد مع الفرح من جديد بتأهل أضلاع كرة القدم السعودية إلى نصف نهائي آسيا. الهلال لم يوفق أمام أولسان بعد أن أجمع المراقبون بأن التأهل من ذلك اللقاء هو مسألة وقت، ولكن الهلال يتعرض لخسارة ثقيلة مشاهدينا الكرام لا تليق بالزعيم الذي انتزع اللقب 6 مرات على مستوى القارة الآسيوية. عموما لا عزاء، هذا حال كرة القدم، التاريخ يا أعزاء لا تلغيه مباراة، ولعلها الكبوة التي يعود من خلالها الهلال إلى دوري زين وإلى المنافسة من جديد في دوري المحترفين لكرة القدم. في المقابل مساء جميل، الاتحاد والأهلي أبدع هنا وهناك، الأهلي روض بطل إيران، والاتحاد اخترق جوانزو وصعد إلى سور الصين العظيم بفرح وابتهاج. تقدم حقيقة وتزف جدة الحالمة على البحر الأحمر ابنيها وجها لوجه في مناسبتين كبيرتين، يوم 22 و30، في مناسبة سيتحدث عنها التاريخ وسيوثقها الباحثون في أغوار المستديرة في نصف النهائي الحلم، في الرقم الصعب. كم أتمناها سعودية، هي سعودية، ولكن يا ترى ما لونها؟ صفراء فاقع لونها أم خضراء بلون الرقي الذي يجسد القلعة؟ انتصاران حقيقة بطعم الملح والسكر، ونتمنى أن تبقى الكأس الآسيوية، اللقب الآسيوية هنا في ملاعب الإثارة والندية، يا عند الاتحاد أو عند الأهلي، يا عند الأهلي أو عند الاتحاد، وإن غدا لناظريه قريب. كرة ملعوبة توصل إلى حسين عبد الغني، يلعب كرة عالية بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضربة مرمى أيضا لمصلحة الشباب. 4 دقائق مشاهدينا الكرام زمن الشوط الأول، الشباب تقدم بهدف شمراني. سباستيان تيغالي، هذا إيميليو فيريرا اللي يتابع الفريق بديلا للبلجيكي ميشيل برودو اللي يتواجد خارج إطار ملعب المباراة. ضربة مرمى، 4 دقائق وقت بدل ضايع، دقيقة أخيرة، الشباب ب10 لاعبين، النصر لا يحرك ساكنا. دانيال كارينيو يجري تغيير بالاستغناء عن خدمات شراحيلي، والزج أو الدفع بخالد الزيلعي. لا تتغير الأمور كثيرا، النصر لا يستطيع
تقليص فارق النتيجة اللي تقدم فيها الشباب عن طريق الشمراني وتيغالي. كرة ملعوبة توصل إلى حسني عبد ربه، بينقل كرة حول فيها اللعب إلى حسين عبد الغني. وفي هذه اللحظات سيداتي النساء سادتي يطلق حكم المباراة السعودي عبد الرحمن العمري صافرة نهاية شوط المباراة الأول بتقدم شباب بهدفين.